السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومتابعين القناة الأعزاء. في مباراة بوروندي والسنغال اللي أقيمت في بوروندي، وزي ما احنا شايفين ضربة جزاء حسبها الحكم المصري محمود معروف. لاعبو بوروندي اعترضوا على الحكم، قعدوا يزقوا فيه و يتخانقوا معاه عشان ضربة الجزاء. زي ما احنا شايفين الحكم طبعا أصر إن هي ضربة جزاء، وهي واضحة جدا ضربة جزاء. حتى الآن اعتراضات لاعبي بوروندي يعني ما فيهاش، اعتراضات عادية يعني بتحصل في المواقف زي كده كتير. لكن الغريب بقى ان طبعا اللي اتحصل على ضربة الجزاء هو ساديو ماني. المفروض ساديو ماني هو مسدد ضربات الجزاء في السنغال، او المسدد الاول لضربات الجزاء في السنغال. لكن كابتن محمود معروف طبعا شاف ان هو ساديو ماني اصيب، فالاول لازم يتلقى العلاج خارج الملعب. وده اللي هيحصل، هي يعني هيخلي ساديو ماني يخرج عشان يتلقى العلاج. اهو زي ما احنا شايفين ضربة الجزاء باينة جدا. راجل شاط، دخل ضرب وش ساديو ماني وضرب رجل المدافع المهاجم اللي قبله. طبعا ساديو ماني قال له انا هدخل عشان يشوط ضربة الجزاء زي ما احنا شايفين، لكن الحكم رفض ان هو اللي يسدد ضربة الجزاء، لان هو لازم كان المفروض يخرج عشان يتعالج. طبعا ساديو ماني آه، معترض، اعترض على قرار الحكم، ولكن في الاخر نفذ قراره. طبعا هو خرج. اللي هيلعب ضربة الجزاء لازم لعيب غيره، اللي لعبها اسماعيل يسار، سدد ضربة الجزاء واحرزها. انتهت المباراة بفوز منتخب السنغال بهدف ضربة الجزاء لإسماعيل يسار، عشان يفوز السنغال على بوروندي 1-0.